أنا كنت في أمريكا كنت في أمريكا. وحرب أفغانستان شغالة مع الروس. إحنا كنا لابسين ضابط، كنت رائد. بنلم فلوس للمقاتلين الأفغان اللي إحنا سميناهم العرب الأفغان، اللي إحنا سميناهم الإرهاب. كنا إحنا كضباط جيش جوه القاعدة. الراجل اللي بيخطب مصري بيطلب مننا ندفع فلوس. أنا الضابط اللي جنبي وأنا بوصل له زميلي يعني، فلقيته بيبكي. في ايه يا محمد؟ قال لي لا عايز ارجع، نسيت حاجه. نسي ايه؟ ان هو مثلا ادى $100، فصعب عليه ان هو بيدي $100 والناس بتموت. بنفس المفهوم المقاتلين الافغان دول لما راحوا يحاربوا امريكا، بعد كده لما امريكا راحت بقوا كفار، لما جم هنا بقوا ارهابيين، وهكذا. فتغيير الوعي شيء في غايه الخطوره. ما اعرفش انا رحت الحته دي بسبب كتاب حضرتك عن حرب اليمن، لكن ببساطه لما اقول ان في فيلم اسمه ابناء الصمت رسخ لان في 22 دفعه احتياط وفي ناس دخلت الجيش 66 خرجت 74، فهي معركه شعب قبل ان يرمي بسبب ضابط دفاع جو، رئيس اركان دفاع جو بعد كده في دشم الصواريخ بس دفاع جو بس 4 مليون جنيه اسمنت في اليوم. دي بلد كانت عايزه تعيش وعايزه تحارب. شكرا.